نشوف الوصفة القمر بتاعتنا دي. تعملي بقى جنبها كده شوية رز ابيض او شوية مكرونة كده محمرين، او عيش بقى وسلطات، اكلة كده زي العسل. كفاية التتبيلة والخلطة دي. معايا هنا ايه يا اسماء؟ معايا هنا كوسة، يعني مثلا على حسب بقى ما بتحبي هتعملي نص كيلو، كيلو، دول 4 حبات من الكوسة. ببشرها كده بالشكل ده، حاجة بسيطة كده، جرد كده بالمبشرة او السكينة كده. معايا زي الفل. بسيب القمع اللي فوق زي ما هو. طبعا غاسلين الكوسة بتاعتنا ومعانا زي الفل، هي بس دبلانة شوية من التلاجة. خلاص كده، وغسلتهم كمان غسلة. بصوا بقى بالراحة كده اهي، مش بجيب الشق من فوق، بسيب القمع من فوق زي ما هو كده عشان خاطر تبقى ماسكه نفسها. وبقطعها كده بالطول وبعد كده بالعرض 3 وحدات بالشكل ده من فوق اهي، زي ما هي ماسكه نفسها، ما بجيبش السكينه للاخر اهي كده بالنص كده. وبعد كده اروح جايه عاملاهم 3، يعني اول شقه بالنص كده من فوق بعدلها، وبعد كده بعملها كده 3 شقات بالنظام ده، ايه صوابع. وفي نفس الوقت من فوق من عند القمع ماسكه نفسها السكينه، ما بتوصلش للاخر، عشان تبقى مفروده كده زي سمكيه في قلب القليه، وتبقى كده محرفشه ومقرمشه وتكون مستويه. ونحط فيها الكوسه بتاعتنا، نديها بقى رشه من الملح ورشه كمان من الفلفل الاسود، وبس كده. هركنها بالظبط 10 دقايق تنزل الميه بتاعتها. بعد 10 دقايق بصوا بقى، هتلاقي الكوسة من الملح والفلفل منزلة المية بتاعتها. بالراحة كده نديها نص عصرة بالشكل ده، ننزل المية بتاعتها اهي. انا بحط الملح والفلفل عشان تنزل المية بتاعتها كلها، تبقى صيصة في قلب الزيت وطرية، تبقى مقرمشة كده وفي قلبها ايه، وقلبها في نفس الوقت مستوي كده من جوه وطرية. بنزل المية دي كده منها اهي بالشكل ده. عايزة اقول لكم الوصفة دي وصفة سورية بالشكل ده. خلاص كده زي الفل. يلا بقى نعمل الخلطة بتاعتنا. معايا هنا كوبايه من الدقيق. عايزه اقول لكم مش اخدت الدقيق كله طبعا، فانتي انقصي الكميه. لو انت عامله زي 4 وحدات خلي نص كوبايه دقيق. هنا حطيت كوبايه دقيق، عليها رشه من البابريكا ورشه فلفل اسمر ورشه ملح، وحاجه بقى اضافي من عندي لو حابه تضيفيها، مش حابه براحتك. حطيت اللي هو كيس فيجيتار حار او بارد، او بدلهم معلقتين كبار من البقسماط الناعم اللي هو الخبز الناشف او الناعم. تمام كده. طيب مش عندك ده وده، خلاص يعني اكتفي بالدقيق وشويه البهارات اللي احنا حطيناهم والملح بس كده. دي بس حاجه كده اضافي بتديها طعم مش اكتر. الفيجيتار صراحه بيديها طعم حلو قوي. خلاص كده يلا بقى نغلف الكوسه بتاعتنا. هاخد كده حبات الكوسه اهي، فتحيها كده عشان تتغلف من جوه ومن بره، تدينا كده الشكل الكفر بتاعها يكون مقرمش. هغلفها بالشكل ده، ابدرها واديها كده تنفيضه بسيطه واركنها. هخلصهم كلهم بالشكل ده. اخر حاجه بقى التغليفه الاخيره، واحده بس كده حبايه من البيضه، عليها رشه فلفل اسمر، ومعلقتين 2 زبادي او معلقتين كبار من المايونيز. طيب مش عندي يا اسماء لا زبادي ولا مايونيز، هيبقى مثلا ربع كوبايه من اللبن بس كده. بس الزبادي او المايونيز بيديها قوام تقيل قوي، بيثبت الكفر على الكوسه، بيديها طعم يا بنات لذيذ قوي 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 بجد. بيفرق معلقتين 2 بس زبادي او معلقتين مايونيز، والبديل ربع كوبايه من اللبن على البضايه ورشه فلفل ورشه ملح. بعد كده بقى في زيت غزير وبنقلي الكوسه بتاعتنا، بنفردها كده في الخليط بتاعنا اللي هو البيض. بصوا هنا كانت مقفوله شويه، فتحتها فتحه بسيطه بس اهم حاجه ما توصلش للاخر. خلي بقى النار وسط ايه، تقلبي كده بالشكل ده، معلقه قصاد معلقه وتقلبيها عشان تبقى مفروده كده. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي 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 بتتقلي ايه. بصوا بقى يا سلام، تحفه جدا. هنا عملت خطوه حلوه قوي، بعد ما حطيتها في خليط البيض رجعت تاني رديتها في قلب الخليط بتاع الدقيق. ليه يا اسماء؟ عشان تديني كفر اكتر في السمك بتاعها، وتبقى منفوشه قوي، والزيت كمان في القرمشه بتاعتها. هخلص بقى الكميه كلها وخلصنا كده. يلا بقى ندخل على التتبيله الفظيعه او الخلطه الرهيبه. شويه خضره كده، يعني معلقتين شبت على بقدونس كزبره، اي حاجه اي خضره عندك.
انا عندي خضره كده مشكله بخرطها دايما على بعض كده وبحطها عندي كده في كيس على شبكه التلاجة. هنحط لها ايه بقى؟ فصين 2 توم، فصين 2 توم كده ناعم، وشويه ميه عاديه خالص من الحنفيه. بسم الله. قيمه بس ايه، بس كده 3 معالق صغيرين مثلا. ونجيب بقى رشه ملح ورشه فلفل اسمر، رشه ملح كده بسيطه، رشه كده من البابريكا او الشطه على حسب ما بتحبي، وكمان رشه من الفلفل. بس كده قلب بقى كده كله مع بعضه، ومعلقتين الميه وبس كده. مش هحط زيت لان احنا قالينه بزيت، مش هحط زيت. عايزه تحطي نقطتين زيت براحتك. بس كده ريحتها كده سكر. نجيب بقى معلقه كده صغيره ايه، ونحطها بقى كده على الوش الخلطه بتاعتها. تحفه يا بنات، الاكله دي تجنن حرفيا. ايه بالثومه كده بالخضره، شويه الميه دول بقى طعمين قوي قوي قوي. كل اللي يشوف يقول ايه ده سمك بانيه، يعني حاجه من اللحوم، وهو ولا اي حاجه من اللحوم خالص، بس طعمه تحفه. عندك اطفالك لو مش بتحبوا الكوسه، والله الوصفه دي هيدمنوها. قد ايه مغذيه وطعمها لذيذ جدا جدا. بس كده احلى وصفه واحلى اكله، تحفه جدا، جربوها. لو عجبتك بقى الوصفه اكتبي لي تعليق حلو وقولي لي بقى بتتابعيني من اني بلد. تعالوا بقى كده اما افتح لكم واحده ونشوفها قد ايه مقرمشه من بره وقلبها كده من يعني من جوه كده ملبن. بصوا اهي. عايزه اقول لكم في اليوم ده انا كان عندي رز تمام، وكمان حمصت رغيفين عيش كده وجنب شويه جرجير، كانت اكله زي السكر. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.